السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة الربح مع محمد نور. ودي أول زيارة ليك، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس ليأتيك كل جديد. النهاردة احنا هنتكلم عن ايدروب جديد. طبعا الايدروب ده معناه ان انزال جوي. يعني ايه الانزال الجوي؟ في مثلا مشروع جديد اللي هو التوكن جديد او عملة جديدة بتنزل، فالمشروع دوت بيحتاج ناس يعملوا له زي دعاية، يجربوا الموقع من جوه، يجربوا الارسال، يجربوا البريدج والكلام ده كله. فكل ده هنعرفه باذن الله في شرح النهارده. طيب ايه اللي انا هستفاد منه في الايدروب ده؟ اللي انت هتستفاد منه اللي انت بتخش تعمل مهمات بسيطه. الايدروب بيديك مهام بسيطه كده بتخش تعملها، وفي الاخر بيديك زي جايزه مجموعه توكن اللي هي الجديده اللي هو هينزلها السوق. طبعا لما بتنزل بتبقى على حسب السعر بتاعها اللي هتنزل بيه، او على حسب المستثمرين اللي هيخشوا في الموقع اللي هم بحيث يعملوا استثمار. فالعمله كل ما يبقى عليها استثمار اكتر كل ما سعرها بيزيد. فاحنا هنكون مهمتنا اللي احنا هنعمل المهام بتاعتهم، كل المهام اللي هو طلبها منا. طبعا في ايدروبات بتبقى مجانيه خالص، ما بتدفعش اي حاجه خالص، وهو بيديك عمله تجريبيه. يعني العمله اللي هو بيديها لك مش حقيقيه، عمله تجريبيه اللي انت بتجرب بيها الموقع من جوه بس. اللي انت بتعمل الرسال والبعت اللي كده والبعت والكلام دوت، اللي انت تبعت لحد وتستقبل لنفسك، واللي انت تغير العمله من العمله لعمله. طبعا كل ده في الايدروب مجانا خالص، ودي عمله تجريبيه. في ايدروب تاني بيحتاج منك بعض الدولارات، يعني ممكن يكون دولار 2 دولار، ففي كده وفي كده. فطبعا احنا هنشتغل على ده وعلى ده باذن الله. عايزك تتابع الشرح خطوه بخطوه، ويلا بينا على الشرح ويلا بينا على الايدروب. ودي تكون اول خطوه باذن الله اللي احنا نبتدي نجمع اي مبلغ من الانترنت. ورجعنا تاني، وهي ديت واجهة الموقع او الايدروب اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا اول شيء في البداية خالص لازم يكون عندك محفظة ميتا ماسك. محفظة ميتا ماسك ديت اللي انت بتقدر تخش بيها اي دروب جديد. طبعا المحفظة دي اساسية في الايدروبات، يعني لازم تكون عندك واحدة منها، وهي ديت المحفظة بتاعة الميتا ماسك. طبعا هتقول طب انا ازاي هقدر ادخل اي عملة في الميتا ماسك دي، او دولار او دولار رقمي او الكلام ده كله؟ طبعا اللي يعرف منصة باينانس بيقدر اللي هو يخش يشتري اي عمله هو عايزها من منصه باينانس، وبعدين بياخد الرابط اللي هو دوت موجود ده، رابط المحفظه بتاعته، نسخ كده، ويروح يبعت من باينانس الى الميتا ماسك دي طريقه اللي انت تشحن المحفظه بتاعه الميتا ماسك دي. فانت عندك شبكات كتير، كل ده طبعا كل ايدروب بيحتاج شبكه معينه، فكل ده هنعرفه مع بعض. يعني دي كل دي شبكات. عندك الاثيريوم، عندك البي ام بي، وعندك شبكات كتير جدا. فكل ده طبعا برضو هتعرفه مع الشروحات الجايه باذن الله. اللي انت الايدروب ده مثلا محتاج شبكه ايه، والايدروب ده محتاج شبكه ايه، وللشبكات دي انت بتقدر اعلمك ازاي اللي انت تقدر اللي انت تدخلها جوه محفظه الميتا ماسك. هنخش دلوقتي على الايدروب والشرح بتاع الموقع. طبعا احنا هنخش على البدء على طول. هنقوم عاملين البدء. بعد ما دخلنا على البدء هيجيب لنا الايدروب بالمنظر ده. طبعا هنا هو بيديك محفظه اللي هي بتاعت الايدروب نفسه اللي هو المحفظه دي، ودي المحفظه بتاعت الميتا ماسك بتاعتك اللي انت حملتها دي. هنقوم طالعين كده وهنقوم عاملين اللي احنا نعمل النعناع الان. طبعا انا مترجم الموقع لان المواقع دي ما بتدعمش اللغه العربيه، فانا مشغل اللي هو الترجمه اللي انا اقدر اترجم الموقع بسهوله وكل حاجه. طبعا هنا هو بيقول لي حاول اللي انت تاخد اللي هو الكارت دوت علشان تبتدي الايدروب معانا. طبعا هنا بيقول لي الرصيد بتاعك غير كافي على البي ام بي، على الاو اللي هي الاو بي ان بي. تمام، دي شبكه غير شبكه البي ام بي، يعني دي شبكه ودي شبكه. طب احنا دلوقتي عايزين نحول مثلا 1 دولار او اي مبلغ دولار مثلا اللي احنا نحوله على الشبكه دي. هنعمل ايه؟ طبعا احنا هنكون عندنا في الميتا ماسك ديت، انا هنا محول 1 دولار و92 سنت لشبكه الاو بي ام بي. تمام. طيب انا دلوقتي عايز انا ما عنديش فلوس على الشبكه دي، وعايز اللي انا مثلا انا عندي حولت من باينانس، من منصه باينانس، على الشبكه اللي هي بتاعت البي ام بي اللي هي العاديه. هنحول الشبكه كده اللي هي بي ام بي سمارت. تمام، ديت الشبكه اللي هي الرئيسيه اللي انت تقدر تحول عليها من على باينانس. تمام، انا كان هنا معايا 3 دولار، فحولت اللي انا حولت من الشبكه البي ام بي العاديه دي للاو بي ام بي. طيب احول ازاي المبلغ ده؟ يعني مثلا احول مثلا 1 دولار للشبكه الثانيه. هنيجي على موقع بريدج اللي هو انت بتقدر تحول من شبكه لشبكه.
هنفتح الموقع ده وهتلاقي رابط الموقع ده تحت في صندوق الوصف. تمام. هنا تقدر اللي انت تحول من شبكة. هنا انا اخترت شبكة البي ام بي شاي، اللي هي البي ام بي اللي هي بتاعت الايه اللي انا اقدر اخد عليها من باينانس. وهاجي هنا الناحية التانية، هنا عندي شبكة الاو بي ام بي اللي انا هحول من العملة من هنا لهنا، وهو كاتب المبلغ اللي انا عايز احوله. طبعا انت يعني تحاول ان انت تبعت واحد دولار، يعني انت تحاول تبعت $1 عشان تقدر تشتغل على الايدروب اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. فانا طبعا باعت قبل كده، فانا بس بوريك طريقة اللي انت تبعت ازاي. وهنكتب مثلا 1 وبعدين كده نكتب مثلا المبلغ ده، لان انا برضو عايز يبقى انا معايا رصيد في نفس الشبكة دي. هو معامل اللي انا ابعت، هيفتح لي محفظة الميتا ماسك. هنا فتح لي شبكة الميتا ماسك، محفظة الميتا ماسك، وبيقول لي اللي هو ادفع رسوم، بتبقى رسوم بسيطة جدا اللي هي اقل من 1 سنت. تمام. وهو معامل تأكيد. هو كده هيبعت لي الفلوس من شبكة البي ام بي الى شبكة الاو بي ام بي. وهنا هو بيقول لي خلاص العملية تمت بنجاح. ممكن انا اقدر اترجم الموقع علشان اعرف كل شيء. تمام. هنا بيقول لي تم التحويل، فكده انا حولت على نفس المحفظة ليا برضو، يعني ما حولتش لحد، انا حولته من المحفظة بتاعي من شبكة الى شبكة تانية. هنيجي هنا نفتح الميتا ماسك، هنلاقي هنا ان انا الشبكة اللي هي بي ام بي سمارت. تمام. هنروح على الشبكة اللي هي الاو بي ام بي اللي هي ديت. كده الفلوس وصلت لنا هنا اهيت، يعني المبلغ اللي كان معايا زاد اهوت، كان 7 بي ام بي بقى 71. تمام. فاحنا هنقوم رايحين على الاي دروب عشان نعمل البدء اللي احنا اشتغلنا فيه. هنا طبعا عايزين اللي احنا الفلوس اللي احنا حولناها الاو بي ام بي نحطها على المحفظة بتاعة الموقع. هي المحفظة دي بتاعتي برضو، بس هي في الموقع نفسها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنقوم رايحين نخش هنا على تعبئة بي ام بي. تمام. ونقوم واخدين عنوان المحفظة ده اللي هو عنوان المحفظة بتاعة الموقع بتاعي. هنقوم واخدينها كده ونقوم رايحين على الميتا ماسك، محفظة الميتا ماسك، عشان نرسل من المحفظة الميتا ماسك اللي هنا. بعد ما نسخنا رابط المحفظة دوت، هنقوم رايحين على ارسال، وخلينا على شبكة الاو بي ام بي. تمام. يعني خلينا على الشبكة بتاعة الاو بي ام بي عشان اللي بعت من خلال. هنقوم رايحين على ارسال، ونقوم حاطين رابط اللي هو دوت، هنقوم حاطينه. وهنا هنحدد الكمية اللي احنا هنحطها. فانا هحط مثلا عبارة، يعني انا ممكن ما احطش المبلغ كله، احط مثلا اشوف انا معايا قد ايه، احط مثلا 0.فاصلة وبعدين 0 وبعدين 0، واقوم مثلا حاطط 5. يبقى كده حطيت في المحفظة بتاعة الموقع $1 36 سنت. هنقوم عامل التالي، هنقوم عاملين الكيد اللي احنا هنحول الفلوس على المحفظة اللي هي بتاعة الموقع. هنقوم متكين هنا. تمام. هيقوم فاتح لي الميتا ماسك اللي انا ااكد المعاملة، اللي انا يعني هبعت الفلوس من المحفظة للموقع. هنا عشان ااكد المعاملة اقوم عامل توقيع. كده هو بيقول لي العملية نجحت، وكده انا اشتريت الكارت اللي موجود في الموقع ده. طبعا هنخش على الخطوة التانية. هنا خلاص العملية نجحت، وهنا بيقول لي معروف الكارت بتاعك. الكارت ده مجرد عن هوية، يعني هويتك المتكاملة ذات السيادة، فالكارت دوت الهوية بتاعك في الموقع. تمام. هنعمل اكمال الملف الشخصي. هنا هيقول لك اعمل ربط، وطبعا في المهمات اللي هو يطلبها منك بتعملها بالظبط زي ما هو عايزها، والمهمات بتبقى سهلة مش صعبة. هنا بيقول لك يعني حدد اللي انت هتخش بيه، فانت هتعمل له اللي هي الميت ماسك، هتعملي وبعدين اتصال، وتقوم عامل توقيع، وبكده يبقى انت هتتصل بالموقع بالمحفظة بتاعك. تمام. طبعا بعد ما عملت ربط بالمحفظة هتضغط هنا،
بعد ما عملنا ربط هنا هنقوم عاملين برضو هنا برضو نفس النظام، هنقوم عاملين اكونت جديد. هنا تقوم حاطط الايميل بتاعك، وهنا تأكيد عنوانك اي عنوان، وهنا البلد اللي انت فيها. وتقوم ضاغط هنا ويعمل يكمل. هتقوم رايح على الايميل بتاعك اللي هو البريد بتاعك. تمام، علشان تعمل التفعيل بتاع الموقع عشان الموقع يقبل الحساب بتاعك الجديد. هنا ديت هتلاقي الرسالة ديت، وهتعمل هنا تفعيل الحساب، هيحولك للموقع تاني. كده تم التحقق من الايميل بتاعك، وهنا كلمة المرور، وهنا تأكيد كلمة المرور برضو. وبكده انت هنا عملت الحساب بتاعك. هنرجع للموقع تاني. كده انا سجلت في الموقع دوت، وطبعا كده انا مسجل بالميتا ماسك. هنروح على التويتر بتاعهم، وهنربط التويتر بتاعنا بالموقع بتاعهم. دي طبعا المهام اللي هو بيطلبها منك والخطوات عشان يقدر يتعرف عليك بسهولة جوه الموقع. كده هو بيقول لي نجح في الربط بتاع الموقع بالتويتر. تمام، وهنخش على الديسكورد بتاعهم برضو عشان نشترك في الديسكورد بتاعهم، بحيث ان احنا برضو نقدر ناخد رولات وادوار هم برضو اكيد هيطلبوها مننا. الحاجات دي كلها بتخليك يعني عندك فرصة اكبر في الايدروب اللي انت تقدر تكسبه بسهولة. هيفتح الديسكورد بتاعهم بالمنظر ده، هتضغط هنا وكده يبقى انت اشتركت في الديسكورد. طبعا كل مهمة من ديت هو بيديك اللي هي النقاط بتاعك اللي هي العملة اللي انت هتكسبها في الاخر. هنا هتخش على جوجل. تمام، برضو تشترك فيه، بتسجل حسابك، وتخليك يا ريت تشتغل على ايميل واحد في اي ايدروب عشان يبقى الايميل ده انت عارفه، وتقدر اي رسالة تجيلك عليه تبقى انت تتابعه اول باول. كده انت برضو اشتركت. هتخش على الفيسبوك بتاعك تشترك بيه، تعمل متابعة اللي انت تربط الفيسبوك بالموقع، وهتعمل برضو الايميل بتاعك. هتكتب الايميل بتاعك هنا، نعمل ريفريش كده للصفحة بحيث اللي هو يبان هنا اللي هو ربط. هنا بيقول لك بعت لك رسالة باين على البريد بتاعك. طبعا يا جماعة انا بحاول اشرح بالتفصيل علشان في ناس جديدة ما تعرفش الخطوات دي كلها، فممكن ما تلاقي ناس بيشرحوا دروب تاني تلاقيه يعني بيقول لك الحاجات المختصرة. فانا بحاول انا اشرح بالتفصيل بحيث ان انت تفهم كل شيء. كده هو ربط الايميل برضه اهوت. يبقى احنا كده خلصنا، جمعنا كل النقاط دي، بقى معانا 81 نقطة. هنا بقى اللي احنا هنشتغل عن بي ام بي، يعني احنا هنشتغل على شبكة البي ام بي. فاحنا هنقوم ضاغطين على البي ام بي هنا ونعمل كيرف، وهنا هيفتح لنا شبكة الميتا ماسك عشان يتمم المعاملة اللي احنا هنعملها. هنا يوميا تخش تعمل الموضوع ده اللي انت تضغط هنا وتاخد النقاط بتاعك. هنقوم عاملين تأكيد المعاملة. ده الكمبيوتر عندي تقيل شوية. وهنا زي ما موجود ان احنا رصيدنا 0 من العملة بتاعتهم. تمام، هنقوم عاملين اوكي. كده يبقى احنا خدنا النقاط النهاردة. هنعمل ريفرش للصفحة كده نشوف النقاط بتاعتنا دي زادت ولا لسه. وبكده يبقى احنا خدنا النقاط اللي هي تتحول لعملة بإذن الله لما يعمل الايدروب. تمام، يعني الايدروب دوت هيجي وقت اللي هو يعمل الانزال الجوي، فالنقاط اللي انت هتجمعها هنا هو دوت هتتحول للعملة بتاعتهم، وده هيبقى المكسب بتاعك. طبعا هنا انا بعد ما خدت ال 81 عملة دمت هقعد كمان 12 ساعة. تمام، انا فاضل لي 6 ساعات واخش اخد كمان نفس المبلغ دوت. يعني كل يوم تخش تاخد نفس النقاط ديت علشان لما ينزلوا الانزال الجوي يكون انت معاك نقاط كتير ويبقى معاك عملة كتير. ده شرحنا على الايدروب دوت. وفي ايدروبات تانية باذن الله فيها هيبقى كتير منهم مجاني من غير ما تدفع ولا سنت، وفي منهم هيبقى مدفوع حاجات بسيطة. ويا ريت لو انت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.